أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن مباريات الجولة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. ستبدأ البطولة الأسبوع القادم إن شاء الله خلال شهر سبتمبر، ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر وحتى 11 من الشهر نفسه. ستستمر البطولة لمدة 9 أيام. سنتحدث في هذا الفيديو باختصار عن مباريات الجولة الأولى. طبعا في هذه البطولة 9 منتخبات، تم تقسيم هذه المنتخبات إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات. مباراة الجولة الأولى ستلعب يوم الاثنين والثلاثاء القادم إن شاء الله بتاريخ 2 سبتمبر وأيضا 3 سبتمبر. من كل مجموعة سيلعب منتخب. في المجموعة الأولى سيلعب المنتخب الأردني إلى جانب منتخب لبنان إن شاء الله الساعة 8 مساء يوم الاثنين. أيضا منتخبنا الوطني سيلعب إلى جانب المنتخب العماني إن شاء الله بنفس التوقيت الساعة 8 مساء. هذا فيما يخص مباراة الاثنين. أما عن مباراة الثلاث فهناك مباراة واحدة ستقام في المجموعة الثالثة، منتخب البحرين إلى جانب منتخب فلسطين. هذه مباريات الجولة الأولى باختصار. بالنسبة لتوقيت مباراة فلسطين والبحرين أيضا بنفس التوقيت الساعة 8 مساء. الأخير، إذا عجبكم المحتوى لا تذهبوا بعيدا، اشتركوا بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. وإن شاء الله مثل ما تكلمت معكم في الفيديوهات السابقة، قناتنا ستقوم بتغطية خاصة لهذه البطولة إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين القادم إن شاء الله. هذا باختصار مباريات الجولة الأولى. من كل مجموعة سيلعب منتخب، بعدها إن شاء الله سنوضح لكم تفاصيل مباراة الجولة الثانية. قبلوا تحياتي، أخوكم نصر أوضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.